السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ ازيكم يا كل مشاهديني داخل مصر وخارج مصر؟ كل سنة وانتم طيبين. طبعا داخلين على العيد الكبير. العيد الكبير يعني ممبار، كوارع، كرشة، لحمة. طبعا يا حبايبي في بيقرفوا من الممبار او في ما بيعرفوش ينضفوه معنى صح وكده، ومهما تنضفيه بره ما بيجيش زي ما بتنضفيه بايدك. فاحنا هنقول لكم طريقه سهله جدا عشان تنضفيه يا حبيبتي. طريقه سهله جدا عشان تنضفيه وتقلبيه. انا جايبه لكم اهوت عشان اوري لكم كل سنه وانتم طيبين وتعودوا بخير يا حبايبي داخل مصر وخارج مصر. بصي يا حبايبي اهو الممبار اهو. تعملي ايه يا ام زياد؟ هتجيبي مثلا مقوار او عصايه او اي حاجه مدوره كده عشان تعملي ايه، وتروحي عامله ازاي يا حبيبتي اهو اكنك بتدككي استك اهو يا حبايبي، اكنك بتدككي ايه استك اهو يا حبايبي. اللهم صل على سيدنا محمد. بصوا يا حبايبي اهو بالطريقه دي. تاني واحده يا حبايبي اهي. بصوا اهي اسهل حاجه اهي. عندك عصايه شلكون، عصايه ناعمه كده تعملي بيها، خرطوم ناعم تعملي بيها اي حاجه اهو يا حبايبي. اهي بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على النبي. بص جاب لي المنبر كله ازاي اهو اهو يا حبايبي. بصوا اهو اهو بالطريقه دي. قلبت اهو، في حته ما اتقلبتش عشان كانت مقطوعه اهو يا حبايبي. هي بتخش في العصا اهي. بص يا حبايبي اهي اسهل حاجه تعملي بيها اهو. هقلبه كله بقى وارجع لكم. طبعا يا حبيبتي بتعملي ايه بقى؟ بترشي خل عشان وانت بتجريه يبد معاكش اهو. الخل عشان يبيضه معاكش. بصوا بيفتح معاكي وانت شغاله، وفي نفس الوقت ما يخليش ايدك تتزفلط. بصوا ملح. بصوا يا حبايبي والملح اهو يا حبايبي. هتعملي ايه يا ام زياد؟ اهو بصوا ملح وخل، وممكن تركنيه شويه. بص بيفتح ازاي اهو اهو. بص الخل والملح خلاه شكله ايه. حبيت اوريلكوا يا حبايبي. طبعا هتعملي ايه يا ام زياد؟ اهي اهي بسكينه خفيف خفيف كده اهو. بص يا حبايبي اللهم صل على سيدنا محمد اهو اهو يا حبايبي. وكل سنه وانتم طيبين وتعودوا بخير يا رب. اهو شايفين اهو اهو. بينضف بسرعه، والخل والملح بيخليه قشطه اهو اهو يا حبايبي. اهو دلوقتي يا حبايبي رجعت لكم بعد ما نضفت ايه الممبار اهو يا حبايبي. بصوا الممبار بقى نضيف ازاي وقشطه اهو. وطبعا بتغسليه كويس بالدقيق والليمون والحاجات دي، تغسليه زي ما انت عاوزه. واهم شيء الملح والخل، الملح والخل، وفي الاخر خالص الليمون بالميه اهو يا حبايبي. ده بردك اهو. بصوا قشطه ازاي اهو يا حبايبي. قشطه اهو يا حبايبي. وهنا طبعا انا اوريكم الكوارع. الكوارع اهي. انا جبت كوارع مش اسعار واحده، الاسعار مش واحده يا حبايبي. انا جبت الكرع ده 160 جنيه. جبت الكرع ده 160 جنيه اهو يا حبايبي. اهو هو فصصولي كده حتى لسه ما قطعتوش بحاله اهو. الكرع ده 160، وفي ناس بيبيعوه 200 جنيه. المحل ده حلو قوي على فكره، هوريه لكم. هوريكم المحل ده عشان هو قالت عايز صوري معانا.
لما عرف ان انا عندي قناه وكده قال لي تعالي صوري يا ام زياد. فانا ان شاء الله من غير ما اقطع هنزل ابقى اصوره لكم ان شاء الله من غير ما اقطع. وهنا لقيت عنده اللي هي الرجول المعيزي اهي يا حبايبي، دي عامله 5 جنيه. قلت اجيب بردك واجرب واشوف كده الدنيا ماشيه ازاي. اهو يا حبايبي دول ب 20 جنيه والله يا بلاش. لو سويتهم وعملتهم عليهم شويه صلصه بشويه رز هيتاكلوا معايا. اللي مش هيقدر يجيب كوارع من دي دول ب 20 جنيه. دول يا حبايبي ب 20 جنيه اهو. جايباهم الاربعه ب 20. طبعا انا حبيت اوريكم ده زي ما قلت لكم. في اللي بيبيعوا الكوارع اللي هي جاموسه، مؤاخذه جاموسه، لان في بقري وفي جاموسي. في بقري وفي جاموسي. بيبيعها في بيبيعها ب 200 جنيه وفي بيبيعها ب 160. احنا فصلنا معاه. يعني هو كان بيقول 170 احنا فصلنا معاه. وده كان بيقول لي ب 6 جنيه الواحده، فصلت معاه خدت الاربعه ب 20. وطبعا ده ب 90 جنيه الكيلو. الممبار الكيلو ب 90 جنيه. بصوا انا وريت لكم وانا بنضفه في الاول اهو، ولا في مزلقه ولا اي حاجه. بصوا يا حبايبي انا بعمل لكم بايديا اهو عشان تعرفوا ان هو نضيف اهو. طبعا انا بعد كده بشطفه بقى شطفه وبروح حاطاه في الاكياس لغايه بقى العيد. ده حاجه العيد يا حبايبي. عشان ايه؟ قلت اعملها لكم بدري عشان اللي ما يعرفش ينضفه وما يعرفش البتاع انا بجيب الحاجه بدري طبعا عشان اعلم البنات الشاطره اللي زي عيالنا. اهو يا حبايبي مفيش حاجه ممزلقه فيه خالص اهو. بص الحاجه نضيفه ازاي وجميله. بص يا حبايبي زي ما قلت لكم كده. اولا كمان في حاجه انا دلوقتي نضفته وهركنه في التلاجة. كمان مثلا ما اجي اعمل محشي ولا حاجه بعمل خلطه بزياده عشان احشيه وبروح سلقاه وحطاه في التلاجة. سلقاه وحطاه في الفريزر. انا بسلقه يا حبايبي وبحطه في الفريزر. بحشيه واسلقه واحطه في الفريزر عشان لو حد جالي في اي وقت بروح محمره منه. ممكن احمر منه مع بانيه، ممكن احمر مع فراخ، ممكن مع كفته زي ما انت عاوزه. بدل ما تقومي تسيبي ضيفك وتقومي لا، طب ما انا اعمل حاجتي وضيفي مش موجود وما ضيفي يجي اهلا وسهلا فوق راسي واقعد معاه. فانا حبيت اوريكم يا حبايبي انا بجيب بدري ليه. طبعا انا جايبه بدري عشان اوريه لكم واللي عاوز يجيب بقى يلحق. يعني لقطوا حاجه في حاجه يا حبايبي. مش شرط تجيبوا الحاجه مع بعضها. كل ما ربنا يفرجها عليك بقرش انزلي هاتي كيلو هاتي نص واعمليه. مش شرط تجيبي كل حاجه مع بعضها تبقى تقيله عليكش. انا حبيت اوريكم يا حبايبي واوريكم تنظيف المنبار من الاول خالص اهو يا حبايبي. واقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.